السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. معكم فردوس. اليوم جبت لكم واحد الوصفة جديدة اللي هي طاجين بالحوت. كتجي هاد الوصفة لذيذة وبنينة سريعة تحضير وكذلك صحية. نتمنى يعجبكم الشرح، وكذلك نتمنى دعموني بالضغط على زر الاعجاب والمتابعة باش يوصلكم كل جديد. بسم الله على بركة الله. دابا غادي نحتاجو هما شويه ديال الزيت، شويه ديال القزبر ومعدنوس تكون مقطع رقيقه بهاد الطريقه، معلقه صغيره ديال كينشبير، ونص معلقه صغيره ديال البصار، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم، ومعلقه صغيره ديال الكمون. وغادي ندير شويه ملحه على حسب الذوق، ومعلقه صغيره ديال التحميره. وغادي ندير 3 الحبات ديال الثومه محكوكه. وكاين ورقه سيناموسه ولكن ماشي دابا، من بعد غادي نديرو طاجين عادي باش ندير الورقه سيناموسه. وغادي ندير الحبه ديال مطيشه محكوكه، وغادي ندير نص الحبه ديال الحامض، عصير ديال الحامض. من بعد غادي نخلط مكونات بهذه الطريقه. وغادي ندير نص كيلو ديال الحوت، ممكن كيلو ولا 2 كيلو اللي يعجبك. انا درت نص كيلو ديال الحوت بهذه الطريقه. كندخلو مزيان العطريه باش يشرب. ممكن تقطع، ما بغيتيش تقطع اللي يعجبك، من الاحسن تقطع باش يشرب العطريه. دابا غادي ندير الطاجين شويه ديال الزيت، زيت عادي اولا زيت العود اللي يعجبك. المهم انا درت زيت عادي. غادي ندير 2 حبات خيزو مقطع بهذه الطريقه، مقطع رقيقه بهذا الشكل. غتكون خيزو يكون مقطع رقيقه باش يطيب دغيا. ضروري هو الاول خيزو باش يطيب، ماشي بحال الحوت دغيا كيطيب. خيزو قاصح شويه باش صح ثاني هو الاول باش يطيب صافي. من بعد غادي ندير فوق الحوت بهذه الطريقه. غادي دير مشرمه ديال العطريه مع في الطاجين بهذا الشكل. من بعد غادي دير 4 الحبات ديال ورقه السيناموسه. ضروري ورقه السيناموسه باش يعطينا مذاق ديالها زوينه. وغادي نشعل البوطه بهذه الطريقه بهذا الشكل. الا الصبخ نشفات ضروري تزيدي شويه الماء باش يطيب بهذه الطريقه، نص كاس ديال الماء صافي. وسد على ولاقه باش يطيب عاوتاني حتى يقرب يطيب. من بعد يقرب يطيب شويه، ضروري يطيب شويه. من بعد غادي ندير 2 حبات ديال الفلفله مقطع شرائح بهذه الطريقه، ولا بغيتي طول اللي يعجبكم. وتقطروا فلفله مشوي وعاد دير فوق الحوت اللي بغيتو. صراحه كيجي زوينه وطريقه سهله. ومن بعد غادي ندير نص حامضه ديال مركد باش يعطي واحد المذاق ديالها، كيجي زوينه وطريقه سهله. على طاجين وغادي يطيب مزيان الفلفله اللباني، طيب مزيان الفلفله والحوت صافي وصفي على طاجين. وفي النهاية كطلب منكم مرة أخرى باش تعاونوني في التطويرات قناة بالضغط على زر الإعجاب والمتابعة باش قناة تمشي قدام تحقق نتائج إيجابية. شكرا.